مع احمد فتوح في المحكمة. اللي حصل التاني انه عشان بس تبقى في الصورة برضو، المحكمة حكمت على احمد فتوح بان هو يكون حرمان من السواقة لمدة 3 سنين، وفي كلام بيقول لك سنة. المصدر داخل نادي الزمالك قال لك لا، هو سنة لحد ما نشوف رأي المحكمة او لحد ما نشوف امر المحكمة هيكون لحد فين مع الاستئناف. ده فيما يخص احمد فتوح، عشان بس ايه، علشان بس الفكرة توصل لك في البداية كده. ليه؟ لانه في ناس هتبدأ تطلع كلام كتير. احمد فتوح لعيب كبير. احمد فتوح من افضل الاظهرة اليسرى اللي جت في تاريخ مصر عموما، ده من وجهة نظري. ولكن تعالى بقى من الناحية الإدارية والقانونية، تعالى نروح للناحية الفنية اللي احنا بنتكلم في الكورة. احنا بتوع كورة، فاحنا بنتكلم في الكورة. هو أحمد فتوح لما يرجع، ده سؤال بيدور في دماغي وبيدور في دماغ كل الناس اللي بتشجع نادي الزمالك وكل الناس اللي موجودة في الوسط الرياضي اللي يهمها تشوف الكرة الحلوة، تشوف الكرة الجميلة. هو أحمد فتوح في حالة إن هو رجع مرة تانية للملعب، أحمد فتوح هيلعب ولا بنتايج هيلعب؟ طيب تعالى بقى أخدك في رحلة جوه نادي الزمالك. إيه الرحلة؟ الرحلة إنه جوميز قال لك والله في حالة إن هو رجع أحمد فتوح، يعني بص خدها مني كده بسيطة، يعني والله مش والله، ما تقوليش والله جوميز قال والله لا، يعني ايه، عديها عديها والنبي. في حالة انه رجع احمد فتوح مرة تانية، هيكون في اقتراح من جوميز ان هو يكون يلعب في وسط الملعب، خاصة ان محمد شحاتة آه، خط وسط نادي الزمالك عنده اصابة في العضلات الضمة، مزق في العضلة الضمة، هيغيب 3 شهور. فكده انت عندك مين في وسط الملعب في نادي الزمالك؟ عندك عبد الله السعيد وعندك دونجا. طيب الاثنين اسهم ثالث. احمد فتوح هيكون يعني راس المثلث معاهم. الكلام ان هو هيلعب 8 ولا هيلعب 6 ولا هيلعب مش عارف ايه، لا دي بتاعت جوميز، دي براحته، يعني دي رؤية فنية احنا ملناش دخل فيها. ولكن الكلام اللي حتى الان خارج من نادي الزمالك بيقول لك ان جوميز هيستعين باحمد فتوح في وسط الملعب، نظرا لغيابات في وسط الملعب ونظرا لتألق بنتايج اللي هيكون صعب جدا احمد فتوح يلعب على بنتايج حاليا.